هنعمل النهاردة أكلة حرشة ولذيذة وكمان على قد الإيد. هي أكلة شتوية بس أنا بحب أعملها في أي وقت، صيف أو شتاء. العدس، بس هنعمله النهاردة بالطريقة تركية. طبعا اختلفت الطرق كتير من بلد لبلد، بس هو العدس. عندي كوباية ونص من العدس الأصفر، هغسلهم كويس لحد ما المية بتاعته تبقى لونها فاتحة. بصلاية متوسطة هقطعها مكعبات صغيرة، وعندي كوساية واحدة كبيرة او كوستين صغيرين، ومعاهم جزراية واحدة وبطاطاية. بس كده. في حلة بقى هنزل بمعلقة من السمنة البلدي او الزبدة، وانزل عليهم بالبصل واقلب كده دقيقة على النار. طبعا كل ده على النار. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة من الدقيق، معلقة كبيرة من الدقيق، وافضل اقلبهم لحد ما الدقيق كده يتحمص معايا شوية، حوالي دقيقتين على النار. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة ومعلقتين من زيت الزيتون. اقلبهم كده مع بعض، المكونات تتفكك عن بعض، وانزل عليهم بالخضار بتاعي اللي احنا قطعناه، الجزر والكوسة والبطاطس. جميلة جدا ومغذية ولذيذة، وكل الخضار ده طبعا ما بيبانش في الطعم، يعني ما بيبانش بقى ان انتي واكله كوسة او واكله بطاطس، لا، بتديها كلها مع بعضها نكهة لذيذة جدا. لكل كوباية من العدس بننزل بلتر مية، فاحنا هستخدمنا هنا لتر ونص، لان احنا استخدمنا كوباية ونص من العدس. هنظبط بقى الملح بتاعنا ونحط التوابل عندنا، مش هنستخدم الا فلفل اسود وكمون، وننزل العدس بتاعنا اللي احنا غسلناه وكنا راكنينه على جنب، عشان انا تقريبا كنت هنساه. حط العدس بقى ونحطه على النار لمدة نص ساعة، على نار هادية وسط، مش هادية قوي ولا عالية قوي، لمدة نص ساعة. على ما يستوي بقى هكون مقطعة بتنجان وكوسة، هقليهم في الاير فراير. انا بحب اقلي الكوسة جدا، بتبقى طعمها لذيذ من غير ما احط ورق ومن غير ما احط اي حاجة، ورشيت عليهم زيت لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 200. هنا بعد ما طلع، شايفه البتنجان مش ناشف وطري جدا من جوه، سخنه. طبعا عشان انا مش حاطه ورق، او حاطه ورق زبده او ورق بتاع الاير فراير، اتحمر من الوش ومن الظهر، انما احنا لما بنحط الورق بنحوش عنه الحراره من تحت اللي بتتوزع. هحدقه بقى كده. طبعا الطبق ده اساسي جنب العدس، انا بحبه جدا يعني، طبق حديد. اعصر عليه ليمون واحط خل وخلاص على كده. هنا خلاص كان العدس بتاعي استوى. بالهاند بلندر بقى هبدأ ان انا اهرسه مع بعضه، يعني كل ما تميل الهاند بلندر شوية في الضرب، كل ما يضرب اسرع وينضرب كويس. بس ما ترفعيش الهاند بلندر قوي لبره عشان ما يطرطش ويبهدل الدنيا. شايفه القوام بتاعها بقى عامل ازاي؟ ممتازه. هجهز بقى الشطه الحمراء اللي بتتحط على الوش في المطاعم، حبه شطه احمر كده، احمصهم على النار واروح نزل عليهم بمعلقتين من الزيت واقلبهم، وبس كده. عندي عيش بقى محمصاه، لو عندك اي عيش بايت دايما ما ترموهوش او تعملي فيه اي حاجه، قطعيه مكعبات وروحي محمصاه وعيناه في اكياس، تستخدميه في الفته، تستخدميه في العدس، تفرميه للبقسماط، ما ترميش عيش ابدا. بس كده الاكله بقت جاهزه وجميله ولذيذه جدا، من الاكلات اللي انا بعشقها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتنزلي تشتركي في قناتي.